من اكتر روتيناتي المحفزة واللي بتشجعني وتشجعكم ترتيب والتنظيف، ونفتح الشباك ونهوي تعالوا نتحفز ونتنشط ونتشجع ونهوي، بالذات النهارده الشمس جميلة قوي. تعالوا نشوف كمان طبخت ايه النهارده من الايام اللي الشمس طالعه فيها وحلوه قوي. تعالوا نهوي الاوضه ونطلع البطانيه واللحاف والخداديات نشمسها ونهويها، ونفرش كمان دفايه على السرير عشان ندفي السرير بتاعنا، ونكمل تنظيف الشقه كلها ونشوف هنكمل طبخ ايه وهنعمل غدا ايه النهارده. تعالوا نبتدي الفيديو ونشوف النهارده انا عملت ايه. انا ههوي البطانيه بتاعتي واشمسها كده هي والخداديات واللحاف. ده روتين الست الشاطره بقى الاصيله اللي بتحب ترتب، بالذات في الشتاء وفي شمس حلوه طالعه، فبتحب تهوي الحاجه بتاعت سريرها، البطانيه واللحاف والخداديات. الوقت اللي انا حطيت الحاجه فيه على الشباك وبتتهوى وبغير فرش السرير، ولو عندي خلطه بحب احطها على المرتبه عشان انضف اي بقعه فيها. انا بحب احط الكلوروكس الالوان. الخلطة اللي انا بحب احطها لتنظيف البقع بتاعة المرتبة كلوروكس الالوان على كلوروكس الابيض، وبحط مية سخنة وانضف البقع، وممكن اشغل مروحة كمان عشان اسرع في تنشيف الخلطة اللي انا حطيتها على المرتبة. حطيت فوق طقم السرير الملاية، حطيت دفاية عشان ادفي السرير، بالذات ان الجو بقى ساقع شوية بالليل. بعد ما سبت الأوضة تتهوى كنست الأرض، وكمان شلت أي حاجة رجعتها مكانها كانت مرمية في الأرض. قبل ما تبتدي تنظيف هتجمعي الهدوم اللي انت شايفاها عايزة تتغسل، هتعملي دورة غسيل عليها، وأي شوزات ترجعيها مكانها محطوطة في الأرض جنب الدولاب جنب السرير هترجعيها في الجزامة بتاعتها. وهنبتدي نشوف أي حاجة على التسريحة عايزة. اهم حاجه واحنا بنحط البطانيه واللحاف على الشباك يبقى الشباك ممسوح كويس ومتنضف. يعني لو هتنفضي الشباك نفضي الشباك الاول وامسحيه او اغسليه، وبعدين ابتدي بقى افرشي الحاجه بتاعتك، البطانيه اللحاف. لو عايزه اي يوم من ايام الشتاء تكون الشمس طالعه فيه وحلوه كده ومشمسه، بفرد البطاطين بتاعتي وبتاعت ولادي، لازم اشمسها واهويها، واهوي الاوض كمان، اوضتي واوضه ولادي والصاله كمان لازم اهويهم. هنا انا كنت بلم الحاجه اللي كانت محطوطه على الكومودينو اللي في جنب السرير، وكمان عطرت السرير ورشيت المعطر اللي انتوا شايفينه ده. انا بس بنضف الكومودينو وبمسحه كويس بفوطه ديت نظيفه. بعد ما الاوضه خلصت طبعا بنحس براحه نفسيه، سواء نضفتي اوضتك اوضه ولادك اتشمسك كده وتهوت، تحسي ان البطانيه واللحاف بقوا دافيين. كمان الأوضة ريحتها نفسها اتغيرت. مسحت طبعا الخشب بتاع السرير والدولاب، وأعزكم الله هكنس الأرض بالمقشة. لو عايز تكنس مكنسة بالكهرباء ممكن تكنسي المتوفر عندك. أول حاجة بنضف الأوض اللي جوه وببتدي أرتبها، إني بحط البطانية واللحاف على الشباك والخداديات، وأرتب أي بقى هدوم واقعة في الأرض، شوزات، حاجات عايزة تتشال من الأرض، وبكنس الأرض وابتدي أفرش الملاية أغيرها. أشوف الخشب اللي في الأوضة همسحه، الحاجات اللي على التسريحة التراب اللي موجود همسحه بفوطة كده نضيفة، وكده مش هتاخد منك وقت كبير وهتكوني خلصتي الأوضة في وقت قليل. بعد ما بخلص الأوض وبشيش الشباك بعد ما دخلت البطانية واللحاف، ببتدي بقى كده الأوضة هادية وبقت نضيفة ومتعطرة. ممكن أعمل الحمام، بس أنا كنت مشغلة دورة غسيل في الغسالة، فتعالوا شوفوا أنا هنشر غسيل. أنا كنت غاسلة اللحاف بتاع ولادي ده، كنت حاسة ان ريحته غيرت فغسلته وبنشر الغسيل. بعد ما خلصت نشرت الغسيل هشوف بقى الحمام. اللحاف بيتغسل في الغسالة عندي تتحمل تاخد لحاف بالحجم ده. تعالوا انا خلصت الغسيل نشرته، ده كلور الوان بودر، حطيته على شوية صابون سائل ومية سخنة. هعمل بقى الحمام كله بالخلطة اللي انا حطاها في الطبق ديت. اللي كان متوفر عندي كلور الالوان البودر، ده طبعا جميل جدا لما تخلطيه بالاريا العادي او المسحوق اللي بتحطيه في الغسالة الفوق اوتوماتيك. انا بخلط الكلوروكس البودر الالوان بالمسحوق العادي اللي بتحط للغسالة الفوق اوتوماتيك، مش الغسالة الاوتوماتيك اللي هي الباب بتاعها من فوق. هنا بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين الخلطة طبعا حلوة قوي وعاملة ريحة حلوة. بنضف بس الصبانة بتاعت اللي ما هتحطها على الحوض، لان الصابون طول ما هو بيطيله مية من ولادي تلاقي الصابونة بتبوش على طول. هنا انا الصابون طبعا بحط صابونة جديدة، بس برضو الصابونة القديمة بحطها برضو عشان يستعملوا القديم وبعدين ياخدوا الصابونة التانية الكبيرة الجديدة. هعمل الارض كمان. بص انا برمي شوية على الارض على السيراميك. عندي لي كده جنب قعدة اعزكم الله قعدة الحمام، فبرش شوية مية بيها، بحطه بس في الارض، وبعدين ببتدي ارش بالخرطوم كده زي ما انتوا شايفين. حامله الطبق اللي في البانيو، لو مش قادره ان انا امليه واغسله بمليه بس بالميه كده.
موفر عليا طبعا اللي انا عاملاه، اللي انا عملته جديد ده موفر عليا تنظيف الحمام كمان، مسهل عليا ان انا يا دوبك بس اي حاجه بفردها على السيراميك بنضف فيها على طول، وبعرف املي كمان الطبق. دخلت كمان نكمل يومنا بقى وندخل على المطبخ. كنت مطلعه فراخ وبالمره كمان هغسل المواعين، فكان عندي مواعين حلوه كده في الحوض، بس قبل ما اغسل مواعين قلت ان انا انقع الفراخ شويه في شويه ميه بخل بليمون، وعشان ننجز بقى ونخلص على طول في الوقت اللي انا حاطه فيه حله على النار. دلوقتي انا هعصر، بس انا بغير الميه على الفراخ. انا كنت مطلعاها من الصبح، فانا بغير الميه بتاعتها، احط عليها خل وليمون. ودي الطاسه كنت بحطها على النار عشان تسخن وننزل الفراخ نديها صدمه. في الوقت الفراخ عقبال ما تاخد صدمه على الجهتين هكون انا غسلت المواعين. الله يكون في عونكم طبعا كل الامهات. في الوقت اللي انا نضفت فيه الاوض كانت المواعين دي جمعتها طبعا، اللي كان في الصاله واللي كان فيه ازازه مثلا في الاوضه جبتها كلها في الحوض. وفي الوقت دوت كمان كنت حاطه الحله على النار عشان تسخن. هي مش حله، هي طاسه سيراميك كبيره شويه عشان مسخناها عشان ادي الفراخ صدمه على الناحيتين. عقبال ما الفراخ تاخد بقى صدمة على الناحيتين هغسل شوية المواعين اللي في الحوض، وهكمل تنظيف المطبخ ما دام انا واقفة لسه في المطبخ جنب بقى الفراخ وانا بديها صدمة وبجهز. بسخن مية كمان عشان لازم نحط على الفراخ او اللحمة مية سخنة عشان تسرع في السوا معاكي. انا كده عمالة انضفها في المحلول اللي انا عاملاه، الليمون والخل بالمية. كمان ماما كانت بعتلي ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحة، بعتلي حلة محشي عشان لقيتني النهاردة بقى انا بنضف، وكنت بنضف الاوض كلها وخلصتها. فهي كانت عاملة لي محشي كرنب ورق عنب، فانا هسويها جنب الفراخ. وربنا يدي الصحة لكل الامهات ويخليهم لينا يا رب، ودايما يكونوا سند لينا ويساعدونا واحنا نساعد بعد كده ولادنا. فانا هنا كنت خلاص حطيت الفراخ على النار ووطيت النار شوية عشان ما تتلسعش جامد. هنا طبعا الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الفراخ المفروض يتحط فيه ميه سخنه وشويه كلور. الفراخ غير اللحمه، الفراخ المكان اللي بتنضفيه فيه عايز يتعقم غير اللحمه، فانا حطيت كلور بودر لان ما عنديش كلور سايب. لسه انا ما زودتش ميه سخنه على الفراخ لان انا عايزه شوربه عشان ازود المحشي بشوربه الفراخ. كمان كنت في عصير طماطم حطاه على النار هفضيه، كان في كيس عندي في الفريزر، فانا حطاه على النار عايزاه يغلي شويه واحط عليه ملح بكمون بفلفل اسود عشان هزود المحشي. ومن اكتر الروتينات بقى اللي انا بحبها ان انا اكون بنضف وخلصت تنظيف وابتدي اخش المطبخ واشوف انا ورايا ايه واعمل الغدا. قبل ما نغسل المواعين هنشوف تنظيف الاوض ونخلص الاوض. لو انت عايزه تبتدي الاكل وبعدين تنضفي الشقه زي ما انت عايزه وزي ما اتعودتي وبترتاحي في الترتيب، لكن انا بحب انضف الاول الاوض اللي جوه والحمام وبعدين ابتدي اشوف المطبخ. المطبخ ده ما بخلوش اخر حاجه، بعد المطبخ بشوف الصاله لان ولادي في الوقت ده بيكونوا قاعدين في الصاله. وانا بنضف الحله كان في بقيه عدس اصفر، فانا ما بنزلوش على طول في الحوض عشان ما سدش الحوض، بحطه في كيس واقفله. حتى الزيت اللي بيتبقى مني بيكون مثلا زيت سمك لازم احطه في كيس واقفله كويس وبرميه في الزبالة. ملوخية فاضلة اي بواقي اكل ممكن تسد الحوض برميها في كيس واقفله كويس وبرميه في الزبالة. الله يعين كل الامهات ويقويهم يا رب ويرزق كل مشتاق ويعيننا على تربية اولادنا. هنا انا كنت خلصت المواعين ودي كانت اخر حله، وفي اطباق في الناحيه التانية من الحوض فانا كنت بشطفها لان انا لازم اخلص الحوض كله، لان كده كده وانت بتطبخي بتجمعي مواعين تاني، فعشان نفضيه طبعا احنا الشتا داخل بقى معانا، فلو عايزه تحطي ميه سخنه على الصابون السائل ممكن، عندك سخان ان الحوض بتاعك او الحنفيه بتاعه المطبخ تشتغل على الميه السخنه شغليه. الميه السخنه في الشتاء بالذات في التنظيف بتسهل معانا في الصيف او الشتاء. يعني انا ساعات في حلل بتكون الحاجه لازقه فيها بحط ميه سخنه بتنضف معايا بسرعه سواء في الصيف او في الشتاء، بس طبعا احنا في الشتاء عشان الميه بتنزل من الحنفيه بتبقى ساقعه فبنشغل السخان او بنشغل الكاتل، اي حاجه اي حله لازق الاكل فيها لو حطيتي فيها شويه ميه سخنه او حطيتيها على النار عشان تسخني الميه بشويه خل وتسيبيها 10 دقايق هتنضف معاكي وتسهل عليكي ان اي حاجه لازقه فيها تطلع بسرعه. بتكلم انا وبحكي مع ايه، بحكي مع بنتي فبتحكي لي قصص وحاجات، فانا هو ريقي نشف حتى من الكلام فقلت اما اشرب شويه ميه، فهي عماله تحكي لي على حاجات بقى بتحصل فانا عماله اضحك من المواقف اللي عماله تحكي لي. فانا خلصت الازازه كمان
مليت ازاز، بحب املى كام ازازه كده عشان لو الميه قطعت تبقى في ميه. بعيد على الطبق اللي غسلت فيه الفراخ، بعيد عليه مره كمان، وكده انتي بتضمني ان هو نضيف، لان الفراخ من اكتر الحاجات اللي بنخاف اما نيجي ننضفها شويه، غير اللحمه طبعا. بس بشويه ميه سخنه، بشويه بنقطتين كلور، بتبقى المكان نضيف ومتعقم ومتقلقيش. خلصت المواعين بقى والحوض راق عندي. تعالوا شوفوا الحله بتاعت المحشي. دي الحله اللي ماما كانت بعتها لي. فبص الفراخ انا حطيتها على نار اعلى، وكنت هنا قلبتها على الناحيه التانية، كنت فرمت شويه بصل. من اكتر وصفات اللي بحب بعملها الفراخ دي، اكتر طريقة انا بحبها لان بتضيع زفارة الفراخ. ان تديها صدمة الاول بمعلقتين زيت كده صغيرين او معلقة سمنة، اي حاجة انت بتحبيها، وتحطي شوية بصل مفرومين او مبشورين، وحطيت فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، عايزة تحطي بقى اي بهارات انت بتحبها للفراخ، ومية سخنة. والحلة اللي ورا كنت حاطة فيها الطماطم، كنت بفكها لان مطلعه الكيس من الفريزر، وزودتها ميه سخنه. المحشي على النار وانا موطيه النار سنه لاني لسه ما هزوده شوربه وميه سخنه وكبشتين كمان صلصه من الطماطم اللي انا حطاها في الحله عشان اسخنها. وكمان بعد ما اعلي النار واخليه يغلي شويه هوطي النار عليه. ده محشي كرومب، وفي الجنب كده محشي ورق عنب، وكان في كام فلفلايه كده رومي كمان ماما حشياهم، فكان طعمه مفلفل عشان يطلع معاكي المحشي مفلفل. ما تمليش الشوربه للاخر، الشوربه تبقى النص. حطيت كبشه من صلصه الطماطم اللي في الحله اللي بتغلي، وزودت طبعا المحشي، وزودته كمان حبه ميه صغيرين لغايه نصه بس، وسيبته بقى على النار يغلي شويه، وبعدين هوطي عليه. في الوقت دوت عملت دوره هدوم تاني في الغساله، لان انا هنشر على المنشر الداخلي عندي، غير طبعا اللحاف اللي نشرته على المنشر اللي بره. المسحوق اللي البودر اللي انا بستخدمه هو باهي، وبضيف عليه كلور الالوان. البودر بيزود من تأثيره على الهدوم، يعني لو عندك بقع على الهدوم الالوان بتنضف معاكي. كمان ممكن تضيفي بانش، ممكن تضيفي كومفورت لو عايزه ريحه الهدوم تبقى احلى. بشوف حجم الغسيل قد ايه في الغساله، لان لسه حجم الغساله بتاخد هدوم وميه، فبظبط الغسيل عشان يبقى مظبوط. بما ان احنا بقى واقفين في المطبخ، تعالوا نكنسه كمان، واي حاجه عايزه تتلمع بنلمعها بالمره. وجبت كمان الشرشوع، شويه ميه سخنه وصابون سايل وشويه خل. السجاده بتاعتي ديت كانت مغسوله ونضيفه وانا كنت شايلاها، فهفرشها كمان عشان اكتر سجاده عندي مش كبيره قوي، لان ما عنديش اقل منها تبقى مشايات صغيره. فانا قلت اجيب يعني مشايه بس كبيره شويه. بصي هي طريه مش ناشفه، يعني ممكن تتني نصين، فانا حسيت ان هي كبيره لازم لو هفردها كلها يبقى احرك الغساله عشان افردها تحتيها. فانا تنيتها على نصين، واحاول ان انا اظبطها كده في المكان، مكان ما انا بقف او حد من ولادي هيدخل المطبخ عشان السيراميك هيبقى ساقع. في جزء متني منها بحاول ان انا اضغط عليه كده برجلي واظبطها تحت المطبخ.